السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله نعمل مع بعض النهاردة السويس رول بطريقة سهلة جدا، وهنزوقه برضو بطريقة سهلة جدا جدا، وإن شاء الله مقادير تنجح معاكم وتبقى ناجحة 100% لو مشيتوا عليها بالظبط. تمام كده، زي ما انتوا شايفين كده شكل السويس رول معانا. تزويقه بسيط جدا. يلا نسمي الله ونقول المقادير. هقولها بالجرام وهقولها بالكوباية. تمام كده. المقادير معايا، انا معايا 7 بيضات، معايا 250 ميه، معايا 200 سكر، معايا 30 محسن جل، 300 دقيق، معايا 2 جرام بيكنج باودر فانيليا. نقول المقادير تاني بقى بالكوبايه. معايا 7 بيضات، معايا 250 ميه اللي هي كوبايه كبيره، 200 سكر اللي هي كوبايه كبيره الا شويه، 30 محسن جل، معلقه ممسوحه، معلقه الاكل اللي هي بتاعه الرز دي ممسوحه، 300 جرام دقيق يعني كوبايتين، 2 جرام بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره فانيليا. المقادير دي المقاس صاج 40 في 60. تمام كده. هحط الفانيليا والبيض وهحط كل المكونات على بعض. ليه هحطها على بعض؟ عشان انا معايا محسن جل. من غير محسن الجل طبعا مش هنعمل الخطوه دي، واحنا عاملين على القناه سبونش كتير قوي 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 بطريقات، يعني كذا طريقه. تمام كده. وعاملين من غير محسن الجل وعاملينها بمحسن الجل. فان شاء الله يعني المقادير دي برضو تبقى مظبوطه معاكم ان شاء الله وهتعجبكم. حطيت كل المقادير على بعض زي ما انتم شايفين كده، الميه على البيكنج باودر على الدقيق على السكر. تمام. لازم بقى طبعا يبقى فيه مضرب كهربائي او العجان. انا بحط كل المقادير على بعض كده. محسن الجل مهم جدا. اوعي تحطي كل المقادير على بعض وما يكونش معاكي محسن جل، الكيك هيبوظ على طول. نضرب بقى. هوريكم بقى الخليط المفروض يبقى شكله ايه، او هنوصل لغاية فين. تمام. زودت السرعة شوية. طبعا كده لسه الخليط اهو ابتدى يبقى لونه فاتح لسه اهو. شايفين لونه بيفتح ازاي معايا وانا بضربه؟ خطوة مهمة قوي، لازم نوصل للمرحلة دي. طبعا انا مشغلة الفرن قبل ما ابدأ اشتغل في السبونش بتاعي او في السويسرور على 190 درجة حرارة. طبعا السويسرور مش هياخد 10 دقايق بالكتير قوي في الفرن، وبنطلعه بيبقى معانا ايه، استوى. لو سبناه ازيد عن 10 دقايق هينشف معانا وهيتكسر ومش هيبقى احسن حاجة. السويسرور طلع طبعا في مقطع يعني اتقص كده، ما تصورش. وانا بحطه السبونج في قلب الصاج ده. بعد ما طلع هسلك الحروف كده اضمن ان هي عشان لما اجي اقلبه يتقلب معايا سهل. انا حاطه ورقه زبده تحت. هجيب ورقه زبده تانية واحطها على وش السويسرور بتاعي، وبعدين هجيب كرتونه نتيجه وهقلب بيها اهو. علشان الورقه دي الطبقه اللي فوق دي بتبقى ملزقه كده، الورقه دي هتساعدني ان انا كمان يعني لما اجي اقلبه ما يلزقش مني، وكمان هتخلص من الطبقه اللي بتبقى على وش السويسرور كده الملزقه دي، ما بتبقى مش احسن حاجه يعني. فيفضل ان احنا نشيلها. خلاص انا بقلب السويسرور طبعا وهو سخن على طول. اول ما بيطلع هبتدي اشيل ورقه الزبده بقى بالراحه. تمام كده.
بصوا السويسرول معايا عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. مش هتخلص من ورقة الزبدة دي لان لسه هقلبه تاني، ودي اللي هلف بيها. انا مش هلفه بقى وارجع افكه تاني، لا، انا هوريكم انا هعمل ايه. هقلبه بقى تاني وابتدي اشيل ورقة الزبدة اللي انا حطيتها فوق الوش اللي قلتلكوا عليها. هتاخد الطبقة الملزقة اللي احنا قلنا يعني مش عايزينها مش حابينها اهي، وهرمي بقى ورقة الزبدة دي خلاص. بصوا السويسرول معايا طري ازاي. بصوا سمكه. هغطيه بفوطة واسيبه يهدى، مش هلفه على طول، يهدى شوية من الحرارة عقبال ما انا بضرب الكريمة على طول وارجع تاني الفه بقى. تمام كده. تمام. الكريمة اللي انا ضرباها بقى طبعا هبتدي بقى اوزع الكريمة على السويسرور كده او على السبونج بتاعي. طبعا المقادير دي ينفع نعمل بيها سبونج تورته مدوره في صينيه مدوره عاديه، هتبقى تحفه جدا معاكم. الكيك مش محتاج اصلا يتسقي كمان، يعني هتعملوها تورته في منتهى الجمال. اهم حاجه نمشي على الخطوات يطلع معانا سبونج ناجح 100% باذن الله. تمام خلاص وزعت الكريمه، هبتدي الفه بقى بورقه الزبده واضغط اهو، اضغط متخافيش هو مش هيكسر معانا، بس الضغطه دي علشان لما نيجي نقطع السويسرور ما نلاقيش فراغات بقى من جوه كده ويبقى السويسرور مهوي معانا. الضغطه دي مهمه جدا. لكن لو هتلفيه من الاول لا، لفيه كده من غير يعني براحه ايدك من غير ما تضغطي عليه خالص لو هتلفيه وترجعي تفكيه تاني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا ضغطت عليه كده على قد ما قدرت، وهجيب كمان الترانش بتاع تقطيع الكيك وابتدي ازق بيه عشان اضمن ان مفيش اي فراغات هوا، ولما اجي اقطع السويسرور بتاعي يبقى تمام معايا. خلاص كده هبتدي احطه بقى في الاول قبل ما احطه في الفريزر هلفه بورقة فويل كويس اهو، واسيبه بقى يعني ممكن نسيبه من بالليل لتاني يوم لغاية ما يجمد عشان تعرفي تشتغلي فيه براحتك. ده بعد ما جمد في الفريزر ده شكله النهائي بعد ما طلع من الفريزر اهو. هنعمل فيه ايه بقى؟ نبتدي نزوقه بنفس الكريمة اللي احنا كنا ضربينها، وعايزين بقى نحط على وشه جناش تمام اللي انتوا حابينه. انا جبت قاعدة التورته وحطيت عليها كيس عشان لما اجي ازوق اعرف اشيل الكيس بعد كده وما دهولش القاعده بتاعتي. اوزع الكريمه كده بطريقه عشوائيه عادي جدا، وانا هرجع اسويها بعد كده. حط بقى كميه مناسبه. تمام. خلاص اهو اوزع كويس. انا كل ده بوزع الكريمه بس. خلاص وزعت الكريمه كميه مناسبه، ابتدي اسويها بقى كده. وهجيب بقى ايه، اي بلاستيكه طريه كده زي اللي هوريها لكم دلوقتي بتاعه دوسيت مثلا، ونبتدي نسحب بيها الكريمه اهو. ايوه هي دي.
ونسحب بقى الكريمة ونغسلها ونرجع نسحب تاني. ولو لقينا في فراغات واحنا بنسحب كده نبتدي نحط كريمة تاني ونسحب برضو في ايدينا يعني. بعد كده بنرجعه الفريزر تاني لساعة ساعتين الكريمة تشد عليه، ونجهز بقى جناش او مربى حليب زي ما انا هعمل كده واخففها. خلاص كده انا سويت على قد ما قدرت، تزويق بسيط زي ما قلت لكم. هحطه على شبكة بقى، لا اما زي ما قلت لكم هنحط جناش زي ما تحبوا بقى، او مربى حليب او لوتس اللي تحبوه بقى، او تسيبوه كده زي ما هو من غير اي حاجة خالص وتزوقوه عادي، مش اساسي يعني الخطوة دي. ابتدي احطها بقى كده واوزعها. تمام. هقطع بقى الحروف دي عشان يبقى شكل تورتة السويسرول معايا مظبوطة. والناحية التانية كمان امسح الاول السكينة اللي بقطع بيها وابتدي اقطع. حتى لما نيجي نقطعه برضو لازم نعمل كده، من كل تقطيعة والتانية نمسح السكينة او الترانش اللي بنقطع بيه. خلاص كده هبتدي بقى ازوقه كده. بصوا السويسرول معايا مفيش اي فراغات ازاي، زي ما قلت لكم مظبوط معايا. نزوقه بقى بأبسط طريقة زي ما تحبوا باللي موجود عندي. هبتدي بقى اعمل روزيتات كده داير ما يدور كده على السويسرول من الناحية دي ومن الناحية التانية، روزيتات صغيرة قوي كده. تمام. هعمل نفس الكلام الناحية التانية. تمام. نعمل ايه تاني؟ نشوف. انا قلت لكم هزوق باللي موجود عندي اللي متوافر يعني، مش هجيب له حاجة مخصوص بقى. هحط بقى كريسبي، كان عندي كريسبي جولد كده، هوزعه على الحروف بالطريقة دي. تمام. واوزع الناحية التانية كمان. خلاص كده يعني الشكل بسيط كده. احنا قلنا نزوق بأبسط حاجة. تمام. حطيت وحدتين عين جمل كده زي ما انتم شايفين، وكمان هحط كام واحدة عين جمل متكسر كده في الحروف. وزي ما قلت لك تقدري تستغني عن الخطوة دي، وزي ما عملت في الناحية دي هعمل في الناحية التانية كمان. خلاص كده. تمام.
خلاص عملت الناحيتين زي بعض، ودي كانت شوكولاتة متسيحة وعاملاها بشكل عشوائي كده، حطيتها تدي شكل يعني وتكسر اللون. تمام اهو زي ما انتوا شايفين السويسرول معايا بقى شكله عامل ازاي. بسيط جدا جدا جدا، تزويق بسيط جدا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، وفي تفعيل الجرس يوصل لكم كل جديد. يا رب يكون الفيديو خفيف النهاردة والطريقة سهلة، وان شاء الله يكون عجبكم زي ما انتوا شايفين كده. واسيبكم على خير واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.